بعملية أبو الهول في 16 جانفي 91 اللي صارت في قرطاج حنا بعد قتلهم. شديت هذا حمزة أبو زيد بعد طلق ناري متبادل بينه وبينه، شديت حمزة أبو زيد شديته حي. قال لي بن علي هو عميل استخباراتي تابع للموساد ورقمه 157. بن علي عنده علم بعملية الاغتيال. قلت له كيفاش نقتل واحد شاده أنا رهينه بالمينوت ومكبل اليدين. حكيت على الموساد قبل ما تحكي عليه، يحكي عليه أعلام العار اللي قالوا لنا دولة الفساد 1 و2 و3 وهم اللي تكلموا أكبر الفساد. معناها الموساد يدور في تونس الكل. بن علي كان يجتمع بالموساد في قصر الرئاسة. منهم 3 موساد كانوا يجيونا يتكلموا العبرية، اللغة العبرية الإسرائيلية، وكانوا يدخلوا جوازات سفر إيطالية للقصر الرئاسي. حتى المخابرات الليبية كانت مشاركة في الاجتماعات هذو. خلي الشعب يعرف، خلي الناس تعرف. متغطيين تحت حركة نداء تونس ونساو أنه حركة نداء تونس هي نداء التجمع. نحن نتمنى من الحكومة تفتح ملفات الفساد وما فماش واحد معناها يعلى على القضاء، وأولهم كمال مرجان. هو الموت غرقا اللي كان فيه السبب هو التجمع اللي جوعكم وذلكم وشتتكم لمدة 50 عام. هو معارضة اليوم الأغنياء الراقدين على مئات المليارات والذين لا يعرفون الصدقة ولا الزكاة، بالإضافة لقلة إيمان الشاب التونسي الذي ليس له أمل في بناء مستقبلهم في أرضهم اللي ينهبها التجمع، اللي متسطرين اليوم باسم الدساترة ونداء التجمع. نتوجه بكلمة إلى الصيادين في الماء العكر لأذكرهم بأن الله هو الرزاق مش النهضة يا بشر. هذا إذا كنتم مؤمنين بربي. والحلقة هذه هي من أولها، من أول الدنيا، مش النهضة ولا غير النهضة اللي ابتدعتها في الشيء هذايا. وتتفكروا توا تمشي القهوة وتجيب زوز خدامة تقول لهم يجي يخدموا ب30 دينار، ناس ما تخدمش وما يمشي معاك حد. الخدمة مقدسة في الفلاحة وفي البناء وفي التجارة، وهم ما يحبوش يخدموا، يفضلوا يقعدوا في الدار وأنهم ياخدوش 30,000. أنا أقول لكم كلمتين يا أعلام العار، يا معارضة العار. أتمنى من أنفسكم الكريهة التوقف عن المتاجرة بالموتى من مزايداتكم في سوق مزايدات السياسة. حقيقة عبد الرحمن سقير لم أجد أحقر من سياسي يستغل الموت الواجع لمكاسبه السياسية. وما خاصهم كان مش يقولوا للشعب، وما خاصهم كان مش يطلبوا للحكومة أن يتوفر حراسة وتوفر لكم حراسة ويقظة ترافق قوارب الحراقة وتوصلهم إلى بر الأمان للمبردوزة ولا البلايص اللي كانوا يحرقوا فيها. وما خاصهم كانوا مش يطلبوا توا من عبد الكريم الهاروني بالأساس باش يحسن لهم في جودة الرحلات. المعارضة اللي بدأت تنقض في الحكومة من قبل ما تتشكل أصلا. المعارضة اللي كانوا يجيوا في عهد المخلوع لدار الولات قرطاج حنا بعد، ويجيوا القرطاج الرئاسي يجيبوا نساهم للمخلوع. فما واحد منهم اللي كان بياع الكسكروتات معروف معناه في الانتخابات، ومتأكد معناه انه الشعب معناه يعرف السيد هذا. كانوا يجيبوا في نساهم وبناتهم للمخلوع. ما كانش يعرف انه دار الولات اللي في قرطاج حنا بعد اللي يفتكروها معناها يجتمعوا الولاد كل جمعة معناها باش يقرروا مصيرهم ومش يعملوا لهم المشاريع الخيرية ومش يبنيوا لهم معناها مش يعطيوهم المنازل والمشاريع. كانوا يتآمروا على الشعب. كانت سهرات حمراء إلى مطلع الفجر. كانت سهرات وأم كلثوم هل رأى الحب سكارى مثلنا، بما فيهم معناها مفتي الجمهورية اللي كان يضرب في الويسكي والفودكا في لسان قرطاج ويطلع لنا في التلفزيون ويقول لنا لقد تم رؤية الهلال، وغدا أول يوم في رمضان كان يضرب في الفودكا والويسكي في قصر قرطاج. كل إنسان تقلد منصب في عهد المخلوع يلزمه يخرج. ما فماش، ونأكد لكم 1000%، ما فماش 1% نظيف خدم مع بن علي. حتى لو كان نظيف يلزمهم يخمجوه بالسيف. يلزمنا نحرقوهم مدنيا ونعيد نحرقوهم مدنيا.
ونقتلهم مدنيا. هذا نظام فاسد، هذا نظام معناها شتتنا وحقرنا وقهرنا لمدة 50 عام ونحن مضروبين بعصا الظل، ويجي اليوم يقول لك نحب نرجع. التجمع اللي شتتنا وقتلنا وحقرنا وذلنا. اعطيناكم يا نداء تونس، يا نداء التجمع، اعطيناكم 50 عام مش فرصة مش اثنين. خدمتوا بوليسية على جيرانكم وباقي تحبوا ترجعوا. هو في حزب الوطن يعمل معهم اجتماع ويمشي يكتب في الحزب نتاعه، معناها قواد رخيص. هذا شكري بالعيد اللي كان يتبول على القرآن في الايامات الجامعة والعياذ بالله، وعندنا شهود عليه. التجمع حشاكم في السرطان في جميع دوائر معناها المؤسسات الدولة سواء الحكومية والخاصة. نحن تعلمنا من حيث نحن صغار، وقت الوليد ولا البنية تولد نبنوا لها في ودنها سبحان الله، قولوا لها ربي ايش قال، حطوا لها القرآن، تعلمنا كلمة العيد. هذا علاش تربينا، هذه تونس اللي نحب نتربى. يا انا حمل همامي وانا شكري بالعيد، تي مش نسيوني في ديني، تي فيقوا يا عبد يا بشر، فيقوا يا زواولية يا توانسة، تي فيقوا يلي 50 عام وانتم مضروبين بعصا الذل، تي فيقوا يا شعب. تي نسيتوا وقت بن علي ايش عمل فيكم قبل، نسيتوا وقت خرجتوا عيتوا خبز وماء وبن علي لا. تي 50 عام ونحن مضروبين بعصا الذل، في 50 عام وانتم تدفعوا في صندوق فانسيس سامحوني عفوا. اللي صبر 50 عام مش يصبر عام ولا عامين. لا، نحب الخدمة توا، نحب الشهرية توا، نحب اعطيني دار توا. ما صبتش المطر قالوا له كان جابن عليه راهو صبت المطر، الناس ولا تحكم مع ربي. جاء ثلج قالوا نهر، السائق اللواج يعثر في حفرة قال لك لو كان جابن عليه راني ما احترش في الحفرة النهر. نسيتوا اني ثورة فرنسا قعدت 87 عام؟ نسيتوا انه 10 سنين المشانق معلقة في فرنسا باش وصلت فرنسا اليوم؟ نحن توا عندنا الحكومة 8 شهور. لا توا اعطيني الخدمة، توا اعطيني الشهرية، توا اعطيني الدار. تقول لي الاتحاد العام التونسي للشغل، نقول لك الاحزاب اليسارية بما فيهم الكاتب العام نتاع الاتحاد توا هو يساري متطرف معروف. العمال النظافة اللي كانوا ياخذوا في عهد بن علي ياخذوا 120,000 ومضروبين بعصا الظل. اليوم في عهد الحكومة الحالية ياخذوا في 400,000 ومترسمين، وما كانوش يخدموا العشور اللي كانوا يخدموا فيه توا، كانوا ياخذوا في 120,000 في البلاد الكل نظيفة. توا اليوم لين الراو في اخواننا السلفيين وزملائنا معناها من الشرطة هي تنظف لنا في وسخنا وتنظف لنا في خمجنا. وين الاتحاد في عهد بن علي؟ وينكم يا اتحاد يا مناضلين اللي تحلوا فانكم في عهد بن علي؟